لكم النهارده محتوى بيكسر الدنيا، النوع اللي بيحقق ملايين المشاهدات على جميع المنصات، وبيشد الناس لأنه بيشرح فوايد وأضرار أي حاجة بتدخل جسمك بطريقة بسيطة وخطوة بخطوة. في الفيديو ده هاعرفك ازاي تعملي فيديوهات فايرال باستخدام الذكاء الاصطناعي من غير خبرة ومن غير ما تدفعي ولا جنيه واحد. لكن قبل ما نبدأ ادعمني بلايك واشتراك وشارك الفيديو مع أصحابك عشان يوصلك كل جديد في عالم الاي اي. أول خطوة رحت أفتح شات جي بي تي علشان بقى نجهز البرومبتات بتاعتنا اللي هنعمل من خلالها المشاهد الصور والفيديوهات. وانا هنا اهو مجهزه لكم البرومبت الخاص بالنوع ده من المحتوى، وهسيبه لكم في الكومنت المثبت تحت عشان تقدروا تستخدموه. وزي ما انتم شايفين كده، اول ما بعته له لشات جي بي تي بدأ يسألني، بيقول لي هنا ادخلي نوع الطعام او الحاجه اللي عايزه تعملي عنها. فانا كتبت له اهو حليب، وهقوم بعته له، وهو هنا اهو هيبدأ يجهز لي البرومبتات. ومن خلال البرومبتات دي هبدأ اعمل بقى، احول البرومبتات دي لصور وفيديوهات زي اللي احنا شفناها في بداية الفيديو. زي ما انتم شايفين كده بدأ يكتب لي بكل احترافية. انت بقى بتكتب اي حاجة، اي نوع انت عايز انك تعمل عنه حليب، اي حاجة، فاكهة، اي طعام بتبدأ تدخله له وهو بيكتب لك على اساسه. زي ما انتم شايفين كده كتب لي برومبتات خاصة بالفيديو وبرومبتات خاصة بالصور. فاحنا هنروح بقى نحول البرومبتات دي لصور. زي ما انتم شايفين بناخد اول برومبت كوبي وبنروح بقى على موقع ويسك عشان نعمل من عليه الصور. وهو موقع مجاني تماما، تقدر تعمل عليه عدد لا محدود من الصور، وكنا اتكلمنا عنه قبل كده. وهتيجي بقى عشان تفتحه هتدوس عليه من هنا وهيفتح معاك الواجهة دي. ومن هنا بقى هنبدأ ندخل المطالبة بتاعتنا، ومن هنا بنختار المقاس المناسب معانا. بتختار اي مقاس مناسب على حسب شغلك. فبما ان دي فيديوهات شورتس، فانت هتختار المقاس الشورتس اللي هو المقاس ده. تمام. وبعدين هنا هنكتب له المطالبة بتاعتنا كده بكل سهولة، وهنضغط على السهم ده وهو هيبدأ في إنشاء المطالبة. زي ما انتم شايفين كده طلعها لي بشكل احترافي جدا وهو بيشرب الحليب اهو. وهنبدأ بقى نمسح المطالبة دي وهندخل له المطالبة التانية. هنعمل له كده بيست، هنروح لشات جي بي تي ونجيب المطالبة التانية، وبعدين هنيجي هنا برضو هنعمل له بيست، وبعدين هنعمل السهم كده وهيبدأ يعمل لي الصورة الخاصة بالمطالبة التانية. زي ما انتم شايفين كده عملها بشكل احترافي. بقى بتروح تمسح المطالبة وبتعمل برضو كل المطالبات بتاعتك على نفس النظام ده. وزي ما شايفين الصور طالعة باحترافية جدا، وجودة الصور جميلة جدا، وجايب لي التشريح بكل التفاصيل زي ما انتم شايفين كده. بتختار بقى الصورة اللي عاجباك وبتبدأ تنزلها، وهنحولهم دلوقتي لفيديوهات بكل سهولة. بتنزلها من السهم الصغير ده، بتنزل معاك على الجهاز بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده انا قدرت اعمل بقى كل الصور بتاعتي اهي بكل احترافية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وموقع ويسك مجانا، وتقدر تعمل من عليه عدد لا محدود من الصور. فبراحتك بقى ايا كان نوع المحتوى اللي هتعمله، او ايا كان نوع الطعام اللي هتعمله يعني. فبجد الموقع جميل جدا وتقدر تستخدمه بكل سهولة. وهتيجي من السهم ده هتبدأ تنزله كده، وهيبدأ بقى تختار الصورة المناسبة معاك. ولو ما عجبتكش الصورتين اللي طلعهم لك بتضغط على السهم ويعمل لك غيرهم. بتبدأ بقى تنزل الصور اللي انت هتشتغل عليهم، وبتبدأ بقى ترقمهم عشان لما تيجي تحولهم لفيديوهات ما تتلخبطش ما بينهم. زي ما انتم شايفين كده من على السهم بتختار الصورة المناسبة معاك وبتبدأ تنزلها. انا عجباني الصورة دي اهو، وهبدأ انزلها بالشكل ده. وبعدين بقى هنروح عشان نعمل الصوت بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هنفتح جوجل اي اي استوديو، وبعدين هنيجي هنا على تكست هنضغط عليها من هنا، وهيجي بقى يفتح معانا الواجهة دي. هنا لو هنعمل كذا حوار، لكن احنا هنعمل حوار واحد بس. فهنيجي ندوس هنا وهنعمل له بيست. طلبت من شات جي بي تي ان هو يعمل لي تعليق صوتي قصير، وهو عمل لي التعليق اهو. وهنا بقى هختار الصوت اللي انا عايزه يقول، وهو بدأ يعمل لي الصوت بكل احترافية. تعالوا نسمعه مع بعض اهو. هندوس عليه. يبدأ كل شيء بلحظة بسيطة، جرعة من الحليب يدخل إلى المعدة، فتتحرك الآلة العجيبة داخل أجسامنا. تعمل الأمعاء على امتصاص عناصره الغذائية لتمر عبر الدم وتصل إلى كل زي ما احنا شايفين الصوت طالع احترافي جدا. بتيجي عشان تنزله بتدوس على الثلاث نقط دول وبينزل معاك بكل سهولة. هنروح بقى عشان نعمل الصور دي نحولها لفيديوهات. احنا كده بقى معانا الصوت والصورة. هنروح نفتح بقى الموقع ده وكنا شارحينه قبل كده، وهندوس على ايمج هيفتح معانا الواجهة دي. هتقدر برضو، الموقع مجاني تماما، هتضغط من هنا وهتحمل له الصورة من على الجهاز اللي انت عملتها. تمام. وانا اخترت الصورة الاولى. هيفتح معاك الصفحة دي وهيبدأ في عمل المشهد بكل سهولة. زي ما انتم
شايفين كده بكل احترافية. الموقع مجاني بالكامل وتقدر تعمل فيديوهات بكل سهولة، بتيجي من السهم كده وبتنزل معاك برضو على الجهاز بشكل مجاني وبدون علامة مائية، وجودته برضو جميلة جدا. هنيجي برضو عشان نعمل المشهد التاني، بنيجي تحت برضو هنيجي نحمل له الصورة من على الجهاز برضو من هنا. تمام، وانا اهو حملت له الصورة التانية، وخلال ثواني برضو هتلاقيه عمل الفيديو معاك زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنجمع الفيديوهات دي كلها مع بعض، وهوريكم ازاي برضو في نهاية الفيديو بنيجي هنا برضو وننزلها على الجهاز من خلال السهم ده. وعملت ده كمان، تعالوا نشوفه مع بعض. شايفين الاحترافية؟ بجد الموقع جميل جدا، لازم تجربوه. كل دي ادوات مجانية اللي احنا استخدمناها في الشرح، يعني من غير ما تدفع ولا جنيه، وبكل سهولة هتقدر تعمل محتوى جذاب. انا قدرت اعمل كل اللي انتوا شايفينه ده، عملت فيديوهات بالطول وبالعرض زي ما احنا شايفين كده بكل احترافية. قدرت اعمل كل الفيديوهات دي. بقى تروح تفتح اي برنامج مونتاج عندك، وانا هنا بستخدم كاب كات. تمام، عشان نجمع المشاهد كلها في فيديو واحد اللي احنا عملناها. وهتبدأ تجمع المشاهد كده زي ما انتوا شايفين. من هنا بتدوس من هنا وتبدأ تحمل المشاهد بتاعتك والصوت عشان نبدأ نعملهم مع بعض. اول حاجة بقى بتسحب الصوت تحت كده بالشكل ده بكل سهولة، وهنبدأ بقى نرتب الفيديوهات، وتقدر تتحكم في درجة الصوت من هنا. هنبدأ بقى نرتب الفيديوهات على حسب الترتيب وعلى حسب الصوت اللي احنا عملناه. اول حاجة وهو بيشرب الحليب وبيبدأ ينزل للجسم، هنا عملتها بالعرض عشان طبعا فيديو اليوتيوب، لكن زي ما احنا عملناها في الشرح هو بيكون فيديو شورتس لانه بيكون اسرع في الانتشار. وانا هنا اهو ببدأ ارتبهم على نفس الترتيب. انت بقى المفروض تبقى حافظ الترتيب او مرتبهم كده بالارقام، تمام، عشان تبقى حافظهم معاك على الجهاز وما تتلخبطش. تمام، هتبدأ بقى اهو تشدهم كده كلهم جنب بعض عشان نجمعهم كلهم في فيديو واحد. وهو هنا بقى هيورينا فوائد واضرار الحاجة اللي الشخص ده بياكلها او بيشربها، وهي بتمر على جسمك بشكل منظر تشريحي زي ما احنا شايفين كده. بتبدأ اهو ترتب له كده الفيديوهات كلها جنب بعض بكل سهولة، وهتيجي بقى زي ما انتوا شايفين كده بتشغلها. يبدأ كل شيء بلحظة بسيطة. جرعة من الحليب يدخل إلى المعدة، فتتحرك الآلة العجيبة داخل أجسامنا. تعمل الأمعاء على امتصاص عناصره الغذائية لتمر عبر الدم وتصل إلى كل خلية، فيغذي الدماغ ويقوي العضلات ويدعم صحة الجهاز زي الهضمي. ما احنا شايفين الصوت والفيديوهات طالعين حلوة، بس انا شايفة ان المشهد ده المفروض يكون مكانه هنا، والمشهد ده مكانه هنا. فهنبدأ نغير المشاهد حسب برضو الصوت. تمام، انت بقى بحيث انك انت تكون مرتب المشاهد فهتعملهم كلهم متساويين. تمام، وكمان انا كمان في مشاهد تانية انا لسه ما كملتهاش، فانت بتكمل لحد ما ايه، يعني على حسب مدة الصوت بتاعتك. لو المشاهد خلصت والصوت لا، بتبدأ انك انت تيجي تدوس على الصوت كده وتسحبه لحد اخر مشهد، وبكده بقى معاك المشهد قد الصوت بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. وتبدأ بقى ايه معاك فيديو كامل. وبتيجي بقى علشان تصدر الفيديو ده وتنزله على الجهاز بكل سهولة، بتدوس هنا وهيبدأ ينزل معاك بشكل مجاني تماما. لو عجبك الشرح بقى ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وشارك الفيديو مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ويوصلك كل جديد في عالم الاي اي.